السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم واحد الفكرة، هي فكرة وميم طو وصفة، لكن وصفة ماشي بالأول للتالي. راح نشارك معكم غير طريقة التزيين، والفكرة اللي راح نمدها لكم اليوم راح تنفعكم كمشروع في هاد الايام. راكم تشوفوا في هذا الموصل، راكم تشوفوا فيه كما هكا، هذا يدير 10,000 عند الحوانيت. الفكره نتاعنا اليوم اللي هي لا جينواز بسكوي غولي، عباره على جينواز. والوصفه الاساسيه لا جينواز الكلنا نعرفوها، اللي هي حبه بيض معاها مغرف تاع سكر ومغرف تاع فرينه. هذه هي لا جينواز تاعنا. راح نخلي لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف، وباش ما نطولش عليكم الفيديو. اليوم راح نشارك معكم هذه الفكره. كما تشوفوا هذا الموصل كما هكا، كما تشوفوا فيه يدير 10,000 أو 100 دينار جزائري في المحلات. تنجمي تخدميها في الدار وبأقل التكاليف. راح في رولي واحد تاع بسكوي راح تخرج لك فايت 10 حبات. وشوفي انتي راح تكوني رابحة في الآخر ولا لا. هنا كما تشوفوا انا جبت غير لا جينواز تاعي، كنت درت لها في الوسط. كاين اللي يبغي يدير لها كونفيتور او المربى في الوسط، او وانا درت لها لا كريم فريش تاع لا كريم شونتيي عفوا. كنت طلعتها مع كاس تاع شونتيي، مع كاس تاع الا ربع تاع حليب، ولا ما كيما تبغي تنجمي ديريها. طلعتهم ومن بعد حشيتها في الوسط ولويتها، ومن بعد دروك كما تشوفوا كنت قطعت طرونش معكم، وراني ندير فلوتور تاع فلوتور بالشونتيي بلا كريم شونتيي، وندير عليها انا دريت عليها بالكوكاو. كنت حمصته وطحنته، لكن كما في الاخر يديروا بالكوكاو الافيلي ولا لوز افيلي انتي والقدره تاعك طبعا. وطبعا راح السومه راح تكون على حسب التزيين نتاعك. وكاين اللي في الوسط يدير الكولاجين، راح نديره معكم طبعا، او لا جولي، كل واحد واش يدير. راح نخليكم طبعا المقادير نتاعها. كانت هذه هي الفكرة البسيطة تاع اليوم، حبيت نشاركها معكم وحبيت نعطيكم فكرة. اللي حاب يخدم ويدير المشاريع راح تكون مشروع ناجح. راكم تشوفوا هذاك ربع حبات بيض انا طلعتهم مع كما السكر والفرينة. شوفوا شعل داروا لي من حبة طرونش واحد، شعل دار لي من حبة. وانتوما طبعا شوفوا وراح تكون الى عجبتكم. وطبعا الى عجبتكم ما تنسوش اللايك، وخلونا اللي جرب الوصفه يخلي لنا كومونتير ويقول لنا الراي نتاعو. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، واللي شاء دخل معنا لاول مره للقناه يشترك معنا ويفعل زر الجرس، هكا يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه، نلتقي في الفيديو القادم وفكره تانية ان شاء الله.